هلو، وحشتوني. يلا بقى بينا نطبق نفس اللوك اللي على العيون السيليكون في العيون التانية، واعرفكم الخطوات بالظبط وازاي تدمجي الاي شادو ويطلع معاكي بروفيشنال. اول حاجه استخدمت البلندنج براش واخدت اول لون اللي هو الجمل الفاتح، ابتديت اعمل بيه حركات دائريه وابتديت استخدمه كترانزيشن كولر للالوان اللي انا هحطها. زي ما انتوا شايفين انا بعمل حركات دائريه وببتدي ماسكه الفرشه بتاعتي بايد خفيفه خالص وبعد ايدي عن اول الفرشه علشان يبقى سهل معايا في الدمج. وخدي وقتك علشان تدمجي الاي شادو، ما تستعجليش علشان يطلع معاكي شكله حلو والدمج بتاعه يطلع معاكي مظبوط. زي ما انتوا شايفين ببتدي اعمل برضو حركات دائرية وببتدي ازود اللون واحدة واحدة. دلوقتي بقى انا هبتدي اغمق اللون، اخدت اللون الاورنج الغامق، فبالتالي هبتدي اصغر الفرشة بتاعتي. زي ما احنا عارفين برضو ان انت كل ما تغمقي اللون بتاع الاي شادو بتبتدي تصغري البرش. ببتدي بقى اثبت اللون في الزاوية بتاعت العيون الخارجية، وطول ما انا بزود اللون وبتقله بعمل حركات دائرية علشان ادمج الاطراف كلها مع بعض. ودلوقتي اخدت اللون اللي على نبيتي شوية وفي يعني اللي هو في سنة حمار كده، وابتديت برضو احطه على نفس المنطقة اللي انا حطيت فيها اللون الاورنج الغامق. ليه؟ علشان اغمق اللون معايا اكتر واديله ضي كده، يبقى فيه الوان كتير مموهة والاي شادو بتاعك يطلع شكله حلو وباين ان انتي دمجة العين شكلها حلو، وكمان بتبقى شكلها حلو، كمان بتدي جاذبية اكتر. دلوقتي بقى ابتديت اصغر البرش واخدت بنسل برش صغيرة خالص واخدت اغمق لون في البني اللي هو البني المحلوق ده، وابتديت اثبته على اللاين بتاع خط الرموش، وابتديت اعمل حركات دائرية وببتدي اعمل بطلع بيه على فوق. وبرده نفس الكلام ببتدي ازود اللون واحدة واحدة معايا، ما بتقلهوش كل مرة واحدة، لان الالوان الغامقة دي لو علقت معاكي هتبوظ معاكي رسمة العيون كلها وهتضطري ان انتي تمسحيها. فانتي تدربي كويس عليها علشان تطلع بالشكل ده وبالدمج ده. وكمان شايفين الالوان والتدرج بتاع الالوان باين معانا، مش باين ان انتي حاطه لون واحد كده وخلاص. والله يا بنات في كل فيديوهاتي بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اسرعش الفيديو وانا بعمل الدمج علشان تتعلموا وتعرفوا تطلعوا دمج مظبوط واي شادو شكله مظبوط. وبعد ما خلصت الالوان اللي انا حطيتها ابتديت اجيب اول برش عندي استخدمتها وابتديت ادمج الاطراف كلها مع بعض. دلوقتي بقى انا بحط كحل اسود جوه العيون بالبراش بتاعت الحواجب وباللون الاي شادو. ليه؟ علشان بيدي العيون شكل حلو. طبعا الكحل احنا عارفين ان بيغير العين خالص، الكحل الاسود ليه جماله برضو. دلوقتي اخدت بقى شمر، لون شمر على لون جولد فاتح من البلد بتاعت هدى بيوتي، وابتديت اثبته على الاول الجفن المتحرك. وبعد ما بحط اللون الشمر زي كل مره ما بعمل لكم ببتدي ادمج الاطراف بتاعته مع الالوان المط. ودلوقتي انا حطيت الرموش وجبت البنسل براش واخدت بقى من الالوان البني الغامق للافتح وببتدي احطها في اللاين بتاع الرموش السفليه. برضو الحركه دي مهمه علشان بتفرق في الميك اب وفي شكل العين، بتغيرها خالص. شايفين رسمه العيون دي خطيره خطيره يا بنات، عجبتني قوي وعجبني الالوان. والايام دي انا بعتمد اعمل لكم لوكات تقيله ولوكات فيها الوان كتير علشان تتعلمي الدمج كويس وما يبقاش في حاجه صعبه معاكي. دلوقتي بقى بمشي كده على العيون عادي ببراش عندي بتاع الدمج علشان اتاكد ان كله مظبوط. وهنا بكون بعمل الكونتور بتاع النوز وباخد من الباليت بتاعه جاكلين هيل افتح لون في الدرجه البني وبعمل بيها الكونتور، وببتدي اسحب الكونتور بتاعي على اول الحاجب. وحطيت البلاشر وهنا بحط الهايلايتر بقى، اخدت الهايلايتر بتاع اوفرا، عملت ميكس ما بين الجولد الفاتح والجولد الغامق. وبس كده يا بنات، ده يكون الفاينل لوك. يا رب يكون الميك اب عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا وما زهقتوش من الاي شادو ومن الدمج بتاعه. وهستنى رايكم تحت في الكومنت، ولو حابين اي ميك اب لوك انا اعمله لكم اكتبوا لي برده تحت في الكومنت. ما تنسيش تعملوا لي لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. بحبكم قوي، استناكم في فيديو جديد. باي.